شايفين شكلها جميل جدا جدا وتحفة، والطعم بقى مش عايزة اقول لكم لذيذة جدا. يلا بينا نبدأ ونسمي بسم الله ونشوف مع بعض الخطوات والطريقة. اول حاجة معايا مقادير الكفتة. معايا كيلو من اللحمة المفرومة، وبصلاية كبيرة مفرومة، وكمان التوابل معلقة كبيرة من الملح، والسبع بهارات، وكمان فلفل اسمر وكمون، وسنة صغيرة خالص قرفة، وكمان بابريكا. هنضيف كل المكونات مع بعض. هنضيف اللحمة، وكمان البصلة المفرومة ناعم خالص، وكمان تشكيلة البهارات الجميلة دي، ونسمي بسم الله ونعجنها كويس جدا. نمزج كل المكونات مع بعض. خلاص مزجتها كويس جدا. هبتدي بقى اكورها، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، زي ما انتوا شايفين كده، قد الليمونة الكبيرة او البرتقانية الصغيرة. هي في الغالب بيبقى شكلها المدور ده، انتوا بقى حابين تعملوها صوابع او اي تشكيلة تانية براحتكم خالص. هي سهلة خالص خالص، ما فيهاش اي حاجة خالص. بنعجنها كويس ونخلطهم كويس بالبهارات والبصلاية المفرومة ناعم، وابتدي اكورها بالشكل ده. تمام جدا، دي كل الكمية معايا خلاص خلصت. بعمل ايه بعد كده؟ معلقتين دقيق، وبغلفهم بمعلقتين الدقيق كويس جدا زي ما انتوا شايفين. الدقيق معايا بيغلفها لي كده ويخليها متماسكة، وكمان بيديني طعم في النهاية تحفة للصوص. معايا كمان الصوص، كيلو من عصير الطماطم، ومعلقتين كبار من الصلصة، وبصلاية كبيرة، ونفس التوابل هي كمون وبابريكا وفلفل اسمر، وكمان السبع بهارات وملح، وكمان معلقة صغيرة من الثوم المفروم. انا هنا ضفت سنة شطة، لو مش حابينها تبقى سبايسي بلاش من الشطة خالص. معايا الحلة سخنة على النار وفيها زيت او اي مادة دهنية، وبضيف الكفتة. ما اجيش ناحيتها خالص غير لما اتاكد ان تحت خلاص اخدت لون من تحت. هبتدي بعد كده اقلبها. خلاص بدات تاخد لون، بقلب كلها علشان خاطر تاخد لون كمان من الوش التاني. شايفينها متماسكه ازاي؟ الافضل اني بغلفها بالدقيق واسيبها في التلاجة نص ساعه، بس لو مستعجله عليها خلاص بتبتدي الشغل بيها وان شاء الله مش هتفك معاكي خالص. بقلبها كويس بحيث انها تاخد معايا لون كويس جدا. خلاص اخدت لون، ببتدي اشيلها من الحله واحطها في طبق بره، واضيف باقي الكور معايا لغايه ما اخلص كل الكميه اللي موجوده معايا. بتتحمر وبقلبها، وبتاخد لون كويس من كل الجهات، ومتماسكه جدا زي ما انتوا شايفين، ما بتفكش خالص. شايفين جميله جدا. وكمان بشيل كل الكميه اللي موجوده معايا،
وفي نفس الحلة هضيف البصلاية. لو حابين تزودوا زيت ماشي، بس انا بكتفي بالزيت الموجود دون. احاول على قد ما اقدر اقلل من نسبة الدهون في الاكل. وكمان هضيف بعد كده الثوم والبهارات. ويا دوب هياخدوا بس لون كده بسيط خالص، وابتدي اشم ريحة الثوم. خلاص كده بكتفي بالوقت دون. مش عايزاهم يحمروا او يتحرقوا عشان مش يمرروا لي الاكل. هبتدي بعد كده اضيف الصلصة على طول. هشم ريحة الثوم مع البهارات والبصل جميلة جدا. وابتدي اضيف صلصة الطماطم، عصير الطماطم، واقلبهم كويس لغاية ما تتسبك. اتسبكت معايا وبقت جميلة جدا. هبتدي اضيف كوباية واحدة مية، وطبعا هسيبها لما تغلي. غليت خلاص الصلصة وتمام جدا. هبتدي اضيف معايا الكفتة. جميلة جدا ومتماسكة زي ما انتوا شايفين. وهقلبها كده في قلب الصلصة. ويا دوب هتاخد غلوة واحدة وهطفي. وهي في الغالب بتتقدم مع المكرونة زي ما انتوا شايفين كده. انتوا حابين تقدموها مع الرز براحتكم خالص. جميلة جدا زي ما انتوا شايفين ومتماسكة، وكمان طعمها لذيذ جدا. ما شاء الله عليها، كانت جميلة وكانت طعمها تحفة وهايلة بمعنى الكلمة. جربوها هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. وترضي كل الأذواق. ويا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة ويكون خفيف عليكم. مستنية تعليقاتكم إن شاء الله بعد الفيديو. قولولي رأيكم إيه. وما تنسوش تعملولي لايك وشير واشتراك في القناة لو سمحتوا. لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا معايا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي إن شاء الله. الشكل النهائي لكفتة داود باشا. يا رب تكون عجبتكم ويكون الفيديو خفيف عليكم. نورتوني جدا جدا. شكرا ليكم والسلام عليكم.